مع الأسف الفيديو ده عن موقفين مخزيين ألعن من بعض. أول موقف بتاع المعلم أبو مانجا، وتاني موقف بتاع الفنان اللي عمل فيها أبو الرجال، وفي النهاية راح عمل إعلان مع شركة المياه الغازية اللي بتدعم البعد. الأستاذ بتاع علم النفس ولا مش عارف إيه طلع لنا وقال لك بصوا أنا مش فارق معايا، أنا باكل المانجا، وعمال يلهط فيها ومشمر كمامه وضارب الجلابيه وزي الفل. معلم مش معلم. زمان كانوا بيقول لك قم للمعلم تبجيله، لكن طلع المعلم عنده المواضيع في البليل، طلع علينا وقال لك انا مش فارق معايا يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه، لغوا مواد ايه ومش مواد ايه، احنا الحمد لله ان بنعمه ربك فحدث، ويضرب لهطايه من المانجا. تطلع سيادتك عشان تكيد اصحاب القرار تقول انا عندي مدرستين ومش فارق معايا، وانا قاعد بضرب منجتي في وسط فيلتي وحياتي زي الفل. وخلي بالك في مدرسين كتير ما وصلوش للامل اللي انت فيها، وخلي بالك انت كده بتعمل عمل عكسي ليهم، لان في النهايه الناس بدل ما هيتعاطفوا معاهم يقول لك بص ادي المدرسين اللي كانوا صعبانين علينا، الراجل عنده مدرستين انترناشونال وقاعد في فيلا ومشمر كمامه علينا. يا اخي اتقي الله، ده انت بتطلع اجيال. الزرزره والشغل اللي انت عملته انا اسف ده مش بتاع الرجال، الكيد بتاع اللي انتوا عارفينه. لا مؤاخذه انا اسف في الكلمتين. الموقف التاني بقى بتاع الفنان العظيم اللي طلع وقعد يشوح لنا وانتوا بتعملوا ايه وبتجيبوا الاسلحه ليه والجيوش ما بتحاربش ليه، قوموا واضغطوا واعملوا. قعد يشوح لينا وانتوا كاننا احنا اللي غلطانين. ومفيش كام شهر ونلاقي نفس الشخص ده اللي كان قاعد عمال يحفزنا ويركب الترند ويعمل نفسه ان هو من الناس القوميين العربيين يطلع يعمل اعلان لشركه المياه الغازيه الداعمه للبعده اللي مغلبيننا ومغلبين اخواتنا ومغلبين الدنيا معاهم. يا اخي اتقي الله، امال انت كنت طالع عمال تشوح لنا ليه وانت طالع تقبض بالملايين؟ غيرك اصغر منك واحنا عارفين رفض انه يعمل معاهم الاعلانات، انت بقى كنت طالع وعمال تقول اوعى وشك واحنا الرجاله وانتوا اللي مش عارف ايه وازاي تعملوا كده، وعمال تضرب في الناس شمال ويمين، لانه بيعتمد على ذاكره السمكه اللي عندنا كمصريين. مش مهم، هو ساعتها ركب الترند وعمل فيها ان هو وطني وان ازاي وبيحفزنا، ونبص نلاقيه ماسك القرشين والازازه بتاعت الحاجه الساقعه وسلم لي على الرجوله. ادي الموقفين، قولوا لي انتوا في تعليقاتكم رايكم ايه؟ واحد طالع يكيد في الوزاره بتاعت التربيه والتعليم ومشمر كمامه وبيلهط في المانجا ويقول لك انا مش فارقه معايا، طب واللي لسه بيبتدوا حياتهم؟ والتاني عمل فيها ابو الرجال وراح في النهايه عمل لاصحابنا البعده الاعلان. ربنا يلطف بيا وبيكم من هذه الايام بنشوف فيها العجب، والواحد فعلا بقى هيجيله جنان. السلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.